مش كل الكتب كويسة ومناسبة للقراية أو ينصح بقرايتها. في حلقة النهاردة هنتكلم عن 7 كتب غامضة محدش قدر يقراها على الإطلاق. أهلا بيكم في قناتكم مدينة الخبراء. الكتب اللي هنستعرضها في الحلقة اتكتبت بلغات ورموز غريبة. بعض الناس قالوا إنها مجرد خدعة، وناس تانية بتعتقد إن الكتب دي تابعة لحركات أو منظمات معينة ظهرت على مر التاريخ، أو بتختص بأمور السحر والشعوذة. سواء كده أو كده، لو أنت من محب استكشاف كل ما هو غريب كمل الفيديو للآخر. كتاب وصف أصل العالم. يرجع تاريخ الكتاب ده للقرن ال16. بيناقش الكتاب ده واللي مكتوب بلغة المايا كيفية نشأة البشر والحيوانات. في الكتاب في شخصيتين بارزين جدا، وهما هونا هوبو وشوبولانكي، وهما توأم، واللي تحولوا في نهاية القصة اللي في الكتاب للشمس والقمر. كتاب كودكس سيرافينيانوس من الكتب الغامضة، واللي اتكتب بلغة مش مفهومة، وتم نشره سنة 1981 ميلادي. الكتاب من تأليف المهندس المعماري لويجي سيرافيني، ولحد النهاردة محدش قدر يفهم ايه الهدف من تأليفه وايه المقصود بمحتوى الكتاب. بيحتوي الكتاب على مجموعة مختلفة من الرسومات الغريبة المرسومة بخط الإيد، ولحد النهاردة الخبراء ما نجحوش في فك شفرات الرسومات دي، لدرجة إن بعض الناس اعتقدوا إنها رسومات شخص هاوي ملهاش أي معنى. كتاب سميثفيلد ديكريتلز يعتبر من ضمن الكتب الغريبة اللي ما تمش تفسير محتواها لحد النهاردة. الكتاب من تأليف البابا غريغوريوس التاسع في العصور الوسطى. يعتبر الكتاب حسب وصف المؤلف توثيق لعهد وسلطته في الكنيسة، واعتبره كتاب القانون الكنسي، إلا إن الكتاب بيختلف تماماً عن اللي قاله، وبيختلف عن أي كتاب تاني تم تأليفه لنفس الغرض. اللغة المستخدمة في تأليف الكتاب لغة غريبة ومش مفهومة، وموجود فيه رسومات لأرانب بتذبح البشر، وكائنات تانية خرافية، ورسومات غريبة ملهاش تفسير. مخطوطة روهانسي. المشكلة في الكتاب ده مش إنه يعتبر من أغرب الكتب وأكترها غموض، إنما في إن مؤلف الكتاب شخص مجهول وما نعرفش هو مين لحد دلوقتي. في بداية القرن ال19 تم التبرع بالكتاب للأكاديمية الهنغارية للعلوم، ومن ساعة الوقت ده ومحدش قدر يعرف إيه اللغة اللي تم استخدامها في تأليف الكتاب ده بسبب الشفرة الغريبة المستخدمة في الكتابة. بيضم الكتاب أكتر من 200 رمز مختلف، وعدد صفحاته وصلت ل 450 صفحة. وبرغم محاولة عدد من الباحثين فك شفرة الكتاب، لكنهم لحد اللحظة دي محدش قدر يفكها. البعض ظن إن الكتاب مجرد هزار، يعني بسبب شفرته الغريبة، وكمان إنه بيضم حروف أبجدية محدش شاف زيها قبل كده. كتاب سويجا. مش غريب إنك تعرف إن اللي كتب الكتاب ده هو عالم رياضيات، بسبب إن الكتاب موجود فيه أشكال هندسية كتير وغريبة. جون دي صاحب كتاب سويجا، وكتبه سنة 1552 ميلادي. واللي بيخلي الكتاب ده مختلف هو إن جون دي كان مؤمن بالقوة الروحية الخارقة، ويعتقد إن مؤلفاته عبارة عن طلاسم سحرية. الكتاب بيحتوي على 40,000 رسالة تم ترتيبها بطريقة غامضة وغريبة وعشوائية. تم نشر الكتاب عن طريق مكتبة لندن سنة 1994 ميلادي، بعد ما فضل مفقود لقرون طويلة. الكتاب الأحمر. كارل يونغ محلل نفسي سويسري الجنسية هو اللي ألف الكتاب الأحمر، اللي من خلاله كان بيستكشف اللاوعي لمدة 15 سنة،
بعض الخبراء النفسيين كانوا بيعتقدوا إن الكتاب الأحمر بيوصف واحدة من انهيارات كارل يونغ النفسية، لأن كارل كان بيشارك فيه تخيلاته الخاصة الغير منطقية. احتفظ كارل وعيلته بأسرار اللاوعي في كتابه لمدة 80 سنة، وسنة 2009 بقى متاح للعرض أمام العامة. وثائق الفاتيكان السرية. يحتفظ الفاتيكان بعدد من الكتابات السرية اللي مش معروضة للعامة، وبغض النظر عن عرض جزء من الكتابات دي على هيئة أرشيف سنة 2009، إلا إنه بيفضل جزء من الأرشيف ده لسه سري وغير معروض. قرر الفاتيكان إنه يطلع للناس الأرشيف ده بعد صدور كتاب لدان براون لإنهاء شائعات المتنورين. احتوت الوثائق اللي تم كشفها للجمهور على رسالة مكتوبة لتسريع فسخ جواز هنري الثامن وكاثرين، واحتوت كمان على كتابات تؤكد على محاكمة جاليليو اللي اتجرأ على التأكيد على إن الأرض بتدور حول الشمس. خلصت حلقتنا، مستنيين آرائكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. سلام.